السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل خاوتنا المتقاعدين الموظفين وكل جزائري حر راهو يشوف فينا اليوم. يا أهلا بكم في قناتكم، وانا نقول قناتكم لأنه قناة ماروترات ما دارت إلا باش تكون صوتكم المبحوح ومرآة لواقعكم. اليوم يا جماعة كاين هضرة كبيرة وخلط بزاف راهو صاري في الساحة بخصوص الزيادات الأخيرة. الناس راهي تسقسي واش صرا بالضبط، علاش كاين هذا التأخر، وهل هذه هي الزيادة اللي كنا نستناو فيها ولا كاين رابال وكاين جديد واحد آخر؟ في هذا الفيديو راح نفككوا الخيوط كامل ونعطيكم الصافي بإذن الله. بصح قبل ما نبدأ حبيت نطلب منكم طلب أخوي. هذه القناة راهي تكبر بيكم وليه ليكم. إذا راك حاب صوت المتقاعد يوصل، وإذا راك حاب المعلومة الصحيحة توصل لكل بيت في الجزائر، ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. يا أخويا العزيز، يا الوالد الكريم، اشتراكك في ماروترات هو دعم للحق ودعم للمحتوى اللي يهتم بيك أنت الأول. شوفوا خوتي، الفترة الأخيرة هذه بزاف ناس تخلطت عليها الأمور، خاصة فئة المتقاعدين. كاين لي حساب باللي الزيادات اللي شفتوها هي التثمين السنوي تاع 2025 و2026، بصح الحقيقة ماشي هكذا. الكلام اللي راهو يدور ومعطيات الواقع تقول باللي هذا الزيادات كانت استثنائية وجات في وقت حساس، وهذا اللي خلق اللبس عند الغاشي كامل. خلونا نوضحوا الرسمي. الزيادة اللي دخلت البعض المتقاعدين هي نتيجة لرفع الحد الأدنى للأجور الأسنمجي، واللي يتبعوا أوتوماتيكيا رفع الحد الأدنى للمعاشات. هذه تخص بالدرجة الأولى الناس اللي معاشهم ضعيف، يعني اللي ما يفوتش 2,400,000 ألف سنتيم أو 24,000 دينار جزائري. هذو هما اللي قاسهم التغيير المباشر، سواء كانت منحة ولا معاش منقول. أما اللي يخلصوا كثر، الزيادة كانت خفيفة بزاف ولا شبه منعدمة، وهذا هو السبب اللي خلى بزاف ناس يزعفوا ويقولوا ما دخلنا والو. نروحوا الآن للمهم، واش يستناو البقية؟ البقية يا خوتي عندكم التثمين السنوي لعام 2025 وعام 2026 بإذن الله. وبالنسبة للناس اللي خرجوا تقاعد جدد، ما تقلقوش، نهار تخلصوا أول معاش راح تتحسب لكم نسبة التثمين هذيك كيما خاوتكم. المهم تكون فات 18 شهر على خروجكم للتقاعد باش تستفادوا من الزيادات السنوية تاع شهر ماي كيما العادة. أما بخصوص موظفي الوظيفي العمومي، الحكاية تاع 53% راهي دايرة حالة. بزاف يسقسيو كيفاش تتحسب. شوفوا، الحساب راهو يتم على الأجر الصافي القديم، يعني الصافي اللي كنت تخلص قبل الزيادات اللي بدات في 2020. علاش؟ لأنه المنح تكبر الراتب، بصح الاقتطاعات الERG ثانيك تزيد. الدولة راهي تحسب على القاعدة الأصلية باش تحافظ على توازن الميزانية. وكاين خبر يفرح بخصوص منحة البطالة. السيد رئيس الجمهورية أمر بدراسة وضعية الناس اللي تقصاو، سواء اللي تخلط عليهم الموعد ولا اللي ما داروش التكوين. كاين أمل كبير ترجع المنحة لفئات واسعة، وإحنا في قناة ماروترات رانا نتبعوا في الجريدة الرسمية لحظة بلحظة باش نجيبوا لكم الخبر اليقين. رأيي المتواضع خوتي أن الدولة راهي تحاول ترمم القدرة الشرائية، وقانون المالية 2026 راهو الأضخم تاريخيا، وهذا دليل باللي كاين نية لرفع النقطة الاستدلالية وتحسين منحة المردودية البريم. بصح لازم نكونوا صريحين، التطبيق راهو فيه نوع من البطء والغموض، وهذا اللي يخلي المواطن يعيش في قلق. احنا هنا في قناتكم نتمناو أنه هذه الإجراءات تتسرع، خاصة للفئات المهمشة كما ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل. هذا الناس ما يسحقوش وعود، يسحقوا تطبيق على أرض الواقع، لأنه قفة الذوالي راهي تشتكي. في الأخير خوتي، انتم وش رايكم؟ هل تشوفوا باللي هذا الزيادات والوعود كافية باش تغطي مصاريف المعيشة اللي راهي تزيد، ولا راكم تشوفوا باللي لازم قرارات أجرأ وأسرح؟ خلونا آراءكم في التعليقات، راني نقراهم كامل ونعرف باللي تعليقاتكم هي اللي تنورنا. وقبل ما نختم نزيد نلح عليكم، هذه القناة قناة ماروترات هي قناتكم، قناة كل جزائري في حل يحب بلاده ويحب يدي حقه بالقانون. اشتركوا فيها، بارتاجيوا الفيديو مع خاوتكم المتقاعدين، وخلونا نكبروا هذه العائلة. شكرا على ثقتكم، شكرا على وقتكم، ربي يحفظكم ويحفظ جزائرنا الغالية. نتلاقاو في فيديو قريب إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.